سمعت عن الست روحية قبل كده؟ أكيد لأ. تعال أحكيلك عليها. الست روحية دي ست عندها 70 سنة، وساكنة في منطقة ريفية، ساكنة لوحدها في بيت صغير، ومن شكله كده تقول عليه مهجور. لكن الست دي أمرها غريب جدا، مش بتطلع من البيت غير بعد غروب الشمس، ولو محتاجة أي حاجة لازم تطلع بعد غروب الشمس تجيب كل اللي هي عايزاه وترجع تاني. وكل المنطقة عارفة الست روحية كويس، وعارفة انها مش بتخرج من البيت غير بعد غروب الشمس. ولو في حد منهم عايز حاجة بيروح بعد غروب الشمس، ولو في حد راح قبل الغروب مش بترضى تفتح له ابدا مهما عمل. الكل استغرب الحال ده، ولكن هم اتعودوا عليها كده خلاص، اتأقلموا على الوضع يعني. لحد اليوم اللي وصل للمنطقة سكان جديدة، وكان راجل ومراته وبنته الصغيرة أنعام. وأنعام دي كان عندها 10 سنين. البيت اللي سكنوا فيه كان قريب من بيت الست روحية جدا. وفي يوم كانت أنعام بتلعب، وشافت شجرة الجوافة اللي جنب بيت الست روحية بالظبط. وكالعادة يعني الأطفال بيحبوا يستكشفوا، فأنعام دي راحت بسرعة عشان تقطف منها الجوافة، ولكن معرفتش. وخلاص الشمس قربت تنزل وتغيب، ولازم ترجع البيت فورا. ولكن هي قالت هتطلع بسرعة على الشجرة تجيب من الجوافة وتنزل تاني على طول، مش هتأخر. وفعلا بدأت أنعام تطلع على الشجرة لحد ما وصلت، وأخيرا بدأت تقطف الجوافة. ولكن فضلت باصة قدامها بصدمة، وكان شباك بيت الست روحية مفتوح، واللي يطلع على الشجرة من فوق كده يشوف كل حاجة جوه البيت. أنعام نزلت بسرعة من على الشجرة، وبعد ما نزلت بتبص تاني لقيت ست كبيرة بتبصلها من الشباك. رمت الجوافة وطلعت تجري بسرعة وهي بتصرخ على البيت. عدى يومين وأنعام رافضة الخروج تماما من البيت، وطول الوقت قاعدة حاضنة أمها ومش راضية تسيبها أبدا. ولما حد يسألها مالك في ايه وشفت ايه جوه البيت، مش بترضى ترد على حد نهائي. قرر أبوها الحاج محمود يسأل أهل المنطقة، وحكى لهم إنها كانت بتجيب جوافة من على الشجرة، وبعدين جات وهي بتصرخ ورافضة الكلام تماما. ولما واحد سأله قال له هي بنتك كانت هناك عند الشجرة قبل غروب الشمس؟ رد وقال له أيوه. قال له ابقى روح بعد غروب الشمس واسأل الست روحية ايه اللي حصل، لو رحت قبل الغروب مش هترضى تفتح لك أبدا. وفعلا راح الحاج محمود وبنته أنعام ومراته بعد غروب الشمس للست روحية، وفضلوا واقفين كتير. وبعدين فتحت لهم. كانت ست باين عليها الكبر خالص، وعجوزة، وبتتسند على عصاية من فروع الشجر. طلعت قعدت معاهم بره وبدأت تسمع لهم اللي حصل. ولكن الغريب إن أنعام أغمى عليها فجأة ومش راضية تفوق أبدا. فطلبت الست روحية من الحاج محمود إنه يسيب أنعام معاها يومين، وهي هتعرف بنفسها كل حاجة، وما يقلقش يعني عليها خالص، هي ست كبيرة وقاعدة لوحدها، وإن شاء الله أنعام هتبقى أحسن بكتير. وافق فعلا وساب أنعام معاها ورجع البيت مع مراته. تاني يوم كانت مراته حسناء بتنشر غسيل بره البيت، وشافت ست قاعدة قدام البيت وبتنادي وتقول يا قمر يا قمر يا قمر. وكل يوم تشوف الست دي كده، ولكن بتنسى تسألها مالك وليه بتقعدي كده ومين قمر دي. لو حابة تسمعي باقي القصة اكتبي تعليق واعملي لايك واشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد.